البيت نحن ندخل له نطالع شبابه ونطالع رجاله ونقتل الناس في الشوارع بالمئات، وبعدين نجيب التراكس نشحر الجثث ونحطهم في سيارات القلاب وندفنهم في الغاب، واغلبهم احياء، الالوف منهم احياء. هدمنا المساجد، هدمنا المدارس، هدمنا المباني الحكوميه، هدمنا البيوت، المنازل فوق اصحابها بالدبابات من اللواء 47، بالصواريخ الار بي جي، في كل الاسلحه. لا أذكر أنه كمشنا واحد إنسان من الأخوان المسلمين. يعني تصور أخي زياد، دخلنا على جامع كانت الناس عم تصلي فيه. دخلنا قبضنا على الناس، جينا على واحد من بيناتهم: إيش بتشتغل أنت؟ شو عملك؟ قال: أنا دكتور. فواحد من أصدقائنا نسأل الحربي ومباشرة: دكتور إيش؟ قال له: دكتور إيش؟ قال له: دكتور عيون. فنسأل الحربي مباشرة وقلع عيونه. كنا نجيب المشايخ اللي دقنهم طويله نحرق دقونهم بالقداحات ونشوه وجوههم ونضربهم بالاخمص البوارين. هذا اجرام. اذا هذا ليس إجرام. نعم. ليس القضيه اذا لم تكن قضيه انكم خدعتم او كنتم يعني اوصل لكم الضباط او كذا معلومات خاطئه. هذا اجرام من نفس الانسان. طبعا انا ما حكيت، ما قلت لك انه مشان ابرر الاجرام اللي حصل. الاجرام اللي حصل يفوق التخيل. يعني انا عم بحكي لك حكي، ولكن الشوف غير شيء. الشوف التمثيل بالجثث والقتل والارهاب والعذاب والاغتصاب والنهب والنشل والتدمير وسفك الدماء لا يصدق. يعني كنا ندخل على بيوت ناخذ 14 شخص من عائله واحده. يعني ندخل على حاره واحده نجمع 400 500 شخص ونحط نعدمهم. كلهم ابرياء، كلهم ابرياء، ناخذهم من بيوتهم. حتى في منهم زائرين يعني من المحافظات الاخرى. حتى في منهم ضباط، منهم حزبيين، منهم في المخابرات، منهم محاميين، منهم طلبه، منهم بالجيش. فما كنا نفرق ولا كنا نسال اسماء ولا نقول له طالع هويتك. فورا ندخل على البيت نطالع الناس ونعدمهم. فهذا الحديث بحكي لك تبع الجامع، بعد ما نكسر لهم احناكهم ونضربهم على رؤوسهم في البواريد وكذا نخرجهم لبرا ونعدمهم. طبعا انا اشهد الله علي انني لم اذي انسان ولم اضرب رصاصه ولم اقتل انسان ولم اعدم انسان، الحمد لله، ضميري مرتاح الحمد لله. فكنا بعد ما يعني نحرق الناس ونضرب الناس ونقلع عيونهم ونطالعهم لبرا ونعدمهم بدون سؤال. 60 سنه 70 سنه 80 سنه عم بيقروا القران عم بيصلوا. هدمنا اكثر من 55 مسجد في مدينه حماه. ما بقى في بيت وما بقى في مدرسه الا دخل رصاص. ما في بيت الا دخلناه وعدمنا من العائله 3 أو 4 اشخاص. عائلات كثير حاليا في حماه حتى الان ما عندهم شباب. وطبعا في ذاك الوقت بتذكر لما كنا نعدم الناس، هذا كان ابشع منظر لي واسوأ شيء. طبعا هي كل المناظر بشعه وسيئه جدا وتاثرت فيني، ولكن ابشع منظر كان ياثر فيني انه لما نعدم الناس ونرحل من شارع الى اخر، يطلعوا اطفال صغار عمرهم 3 سنين 5 سنين 7 سنين مع اختهم مثلا عمرها 12 سنه 13 سنه، او مع امهم مثلا او نانتهم، ويقربوا على الجثث اللي معدومه ويطلعوا على ابوهم الاطفال الصغار، يعني يصيحوا: وينه بابا وينه بابا، وعم ببكوا، والام عم تبكي وعم بتطلع، عم بتدور دور مدارات الجثث وعم بتطلع وين صار جوزها وين صار اخوها وين صار ابنها. فهمت علي كيف؟ هذا المنظر كان جدا مؤثر يعني. وهدول الابناء اللي عم بحكي لك عليهم، هدول اللي كانوا عم بيطلعوا على ابوهم او اخوهم او عمهم، حاليا قتلوا بشار الاسد. حاليا قتلوا من بشار الاسد. يعني حافظ الاسد قتل الاباء وبشار الاسد قتل الابناء. نحن قتلنا ثلث سكان المدينه يا اخي. كان سكان المدينه عدد 350,000، نحن قتلنا ثلثه. في هال3 سنوات قتلنا ثلثه. كلهم شباب، كلهم شباب صغار من 14 سنه ل 80 سنه. هذول طيب نحن اذا كان يعني نحن بدنا نصدق انه القياده تبعنا انه في اخوان مسلمين في قوات مقاومه مسلحه. طيب وهالقتله هذول اللي قتلناهم منهم هذول اخوان مسلمين؟ يعني نحن لما ندخل على البيت نفتش البيت ما نشوف اخوان مسلمين، نشوف ابرياء نايمه، نشوف عالم على التخت حاطه اكسجين لها دواء، اعمى معه عكازه، اطفال صغار، بنات عم بتقرا في الكتب. يعني ندخل ناخذ الناس من بيوتها ونعدمها. هذا يعني هذا مو اخوان، هذول ما هذا شعب بريء، هذا شعبنا، هذول اخوتنا اهلنا. وحتى يعرف العالم، اذكر انا العالم كله، اذكر الشعب السوري والشعب العربي
الشعب العربي اذكره في مجازر حماه اللي حصلت انه هي ما هي اول مجزره نحن بيقوم فيها النظام في سوريا، ما هي اول مجزره في درعا وحماه وبنش وادلب والجسر والمعره وحمص، هي ما هي اول مجزره، في مجازر قبلها في مدينه حماه نعم. ومدينه حلب ومدينه حمص. ولكن اخي هذا النظام يعني اتى بانقلاب عسكري نعم وبسفك دماء، وصلنا من 50 سنه عم بيسفك دماءنا الحياه، مو بس من سنه 80 ولو من سنه 2010 او 2011. يعني ما في عندهم رحمه ولا في عندهم انسانيه ولا عندهم دين. يعني نحن لما نكمل نكمش انسان في مدينه حماه او امراه او بنت او شيخ، يا اخي ينزل على الجسم تبعنا ويبوسها، ينزل بالضباط ويبكي، وبنت تقول بنتي وتقول ابني 14 سنه 13 سنه، عدمنا ناس 70 80 سنه عم برجفوا. ما في رحمه، يعني ما في شفقه، يعني ما في عنا، يعني ما عندهم وقت يسمعوا شو القصه، بس خذ وعدوم، يعني مثل كانه يعني شغله يعني ببلاش، خلص في شيء كثير عدوم وعادي ما في عم نسال. ما في رحمه، ما في عندهم انسانيه، ما في عندهم دين، يعني لو في عندهم ذره ايمان في الله وانه بده يتحاسبوا على العمل، يا اخي بيسالوا حالهم انه خلينا نشوف الرجال الكبير هذا بندخله على البيت، هذا حرام، هذا في منه سنه الاكسجين استلمه، لانه اذا شال لحاله بموت، نحن نشيله ونعدمه برا. اطفال يا اخي 13 14 سنه بنت من الاخوان، 60 سنه امراه من الاخوان، 70 سنه عاجز او واحد، يعني شيء لا يصدق. يعني هذه يا اخي هالعائله هي ما تركت، ما في شيء، يعني ما بنحسن نحن شو نوع هالعائله هي، منين جاي؟ هلا هي عائله شو ريشها سوريه؟ والله لازم نحن ننظر في الامر. ما اظن انه سوريين هدول يا اخي، السوري ما بفعل بالسوري هيك.